هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهجلف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهيب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. مرحبا رمضان يا هلال البشر، يا هلال الصوم والتقى والخير، مرحبا رمضان. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين 18 من مايو 2020 الموافق 25 من شهر رمضان المبارك لعام 1441 للهجرة، النشرة الإخبارية. ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. مؤسسة كبيرة للإغاثة والتنمية الخيرية بالتعاون مع حزب النهضة الإريتري تقيم إفطارا رمضانيا بأديس أبابا. الأوضاع في مدينة كسلا بين النوبة والبني عامر، هل يطفئ العقلاء النار التي يشعلها الكيد السياسي؟ مجموعة الدعم الإريترية تصدر بيانا إلى كافة أبناء الشعب الإريتري حول انطلاقة فضائية سبتمبر 61. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. في إطار دعم الروابط الاجتماعية الإريترية، أقامت مؤسسة كبيرة للإغاثة والتنمية الخيرية بالتعاون مع حزب النهضة الإريتري إفطارا رمضانيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 15 من مايو 2020 الموافق 22 من شهر رمضان المبارك لعام 1441 للهجرة. حضره عدد من قيادات وجماهير الحزب على رأسهم الأستاذ إمام أبو بكر عضو القيادة المركزية للحزب، إلى جانب ممثلي مؤسسة كبيرة للإغاثة والتنمية الخيرية، بالإضافة إلى جمع كريم من القيادات وعضوية التنظيمات والأحزاب الإريترية المعارضة والجماهير الإريترية المقيمة بأديس أبابا، تجاوز عددهم 110 شخص. وأضاف مكتب إعلام حزب النهضة الإريتري إن الحضور الكريم تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، في جو من التلاحم الأخوي الصادق الذي أظهر معدن الشعب الإريتري الأصيل وقيم مكوناته الأصيلة، مهما تكالبت عليه الظروف والمعاناة الصعبة التي يعيشها داخل أرض الوطن أو خارجه، ومنعا للأضرار التي قد تصيب الحضور الكريم من الإصابة بجائحة كورونا المنتشرة في كل العالم نتيجة التجمعات. فقد تقرر تناول الحضور الكريم للإفطار كل في مكان إقامته، كما تم تقديم إخراج زكاة أموال المسلمين لمستحقيها. هذا وفي الختام قدم الحضور الكريم للأخ إمام أبو بكر شكرهم لمؤسسة كبيرة للإغاثة والتنمية الخيرية
على الأعمال الخيرية التي ظلت تقدمها للإريتريين في معظم أماكن تواجدهم في أرجاء المعمورة. كما قدم الحضور الكريم شكرهم أيضا لحزب النهضة الإريتري للدعوة الكريمة، والذي ظل الحزب مواظبا عليها في كل المناسبات الدينية المباركة إحياء للشعائر الدينية السمحة التي تجمع الإريتريين في مختلف أماكن تواجدهم في العالم، متمنين لمؤسسة كبيرة والحزب التوفيق والسداد لما فيه خير الشعب والوطن الإريتري. تجددت الصراعات الدامية بين البني عامر والنوبة في مدينة كسلا حاضر ولاية كسلا شرقي السودان في شهر رمضان الكريم الجاري. صراع يبدأ بشرارة بين الشخصين أمام مخبز أو أي مرفق خدمي، ثم يتحول إلى ضخامة هائلة تنفخ فيه الشياطين حتى يصبح مشغلة للدولة والمواطنين. يتابع الحادبون الأوضاع في مدينة كسلا بإشفاق كبير وخوف وقلق من تطور الأحداث إلى الأسوأ. فما حدث في يومي 10 و11 من مايو 2020 كان فجيعة خسرت فيها مدينة كسلا أرواحا طاهرة في شهر رمضان المبارك، شهر العفو والغفران والتسامح. فقد هاجمت مجموعة مسلحة بالسلاح الأبيض بيوتا آمنة ومتاجر تجارية وقامت بالنهب والسلب والقتل والتمثيل، وهاجت المدينة تتحدث عن الثارات والانتقامات المتبادلة. وذكر شهود عيان لوكالة زاجل الإريترية للأنبازين إن سلاحا ناريا استخدم فأودى بحياة عدد من الضحايا. وعلى الرغم من هدوء الأحوال فإن المدينة تعيش على حذر شديد خوفا من تجدد الصدامات، ولا تزال الجهات الرسمية والقيادات الأهلية تسعى لاحتواء الأزمة التي عمقها إراقة الدماء البريئة والسلب والنهب الذي حدث نهارا جهارا، مما دفع الحكومة بإرسال تعزيزات عسكرية من الدعم السريع والشرطة إلى المدينة للحيلولة دون تجدد الصدامات. ويتداول نشطاء مقاطع صوتية تؤجج مشاعر الانتقام بين الطرفين وتدعو إلى حسم الصراع بالقوة، وتعبر عن عدم ثقافتها بالحماية الرسمية، متهمة بعض الأطراف باستخدام أسلحة نارية لا تتوفر إلا لدى الحكومة بهدف نصرة فريق على فريق آخر من طرفي النزاع. وعبر الحادبون عن خشيتهم على مستقبل استقرار الولاية بسبب وجود مادة كافية للإثارة يتداول فيها الناس بألم شديد أسماء القتلى وطريقة القتل البشع وتطاول القتل إلى أسر بريئة بالمدينة وتجار لا علاقة لهم بالمكائد السياسية. وعبر شهود عيان تحدثوا لزينة إن أحياء كسلا تمايزت فليس فيها التواصل الاجتماعي بين طرفي النزاع، وإنما هناك أحياء قد هجرت ورحل عنها سكانها إلى ملاذات آمنة مثل المدارس تحت إشراف الشرطة ينتظرون إغاثة الجمعيات الخيرية والرسمية. وقال إن مدينة كسلا خضعت لحسم عسكري فصل بين طرفي النزاع وفرض هيبة الدولة، ومع ذلك لا تزال المسافة متباعدة بين الخصوم والمطالب في سقوف عالية، مثل المطالبة بتسليم القتلة المسلحين إلى العدالة وترحيل طرف من موقعه إلى مواقع ثانية في الولاية والتعويضات المادية للمتضررين. وحتى الآن تتواصل المساعي إلى موقف إصلاحي مرضي لكلا الطرفين، علما أنه قد سبق لطرفي النزاع البني عامر والنوبة أن وقعوا العهد الجلد في حادثة مشابهة، وهو عهد بالإمكان الغدر به عبر سفهاء يوقدون الشرارة الأولى فتندلع النار وتتوسع إلى مدى بعيد تسقط فيه ضحايا أبرياء. هذا وذكر بعض المعلمين والمرشدين الاجتماعيين لوكالة زاجل الإريترية للأنبازين عن أسباب اشتعال الفتن بين البني عامر والنوبة في كسلا، كما كان قد حصل من قبل في مدينة خشم القربة ومدينة بورسودان. فأشاروا إلى وجود أيد سياسية خارجية وداخلية تعبث بالمواطنين وتلعب على وتيرة الإثارات والنعرات القبلية
لتحقيق أهداف سياسية، موضحين أن السياسة القذرة لا تتورع أن تحقق هدفها بإراقة دماء الأبرياء، مع العلم إن عامة الناس المقهورين تحركهم أي إثارة سالبة تجاه خصوم، وهم قابلون للاستفزاز تحت عناوين القبائل أو الألوان أو التاريخ أو الأخلاق أو الكثرة والأصالة أو القلة والحداثة، وكل ذلك يعد أدوات لتأجيج مشاعر المواطنين ضد بعضهم. ولهذا نصح الأستاذ سيف إبراهيم في حديثه لزينة إن على العقلاء العمل على حماية الأمن المجتمعي من ركوب فئة القبلية، فإنها خطر قادم قد يسوق المنطقة إلى حروب أهلية شاملة، وهذا ما يريده الأعداء، وكل الأصوات المحرضة على الانتقام بين طرفي النزاع حتى لو كان أحدهما بريئا مظلوما، فإن روح الانتقام إذا سكنت الإنسان لا تعرف العدل، وإنما تجتهد على أن توقع بالخصم أشد الألم، الأمر الذي ينذر بخطر محتمل لا ربح فيه لأحد. أصدرت مجموعة الدعم الإريترية بيانا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من مجموعة الدعم الإريترية إلى كافة أبناء شعبنا الإريتري في الداخل والخارج وفئاته الشبابية خاصة، تتوجه إليكم مجموعة الدعم الإريترية بأصدق التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية لكم صياما وقياما متقبلا وصحة وعافية لأبدانكم وأمنا وسلاما للوطن. جماهير شعبنا العظيم، كما لا يخفى على الجميع كانت انطلاقة فضائية سبتمبر 61 الوطنية وسط كم من هائل من التحديات المادية والفنية، وبالرغم من معرفتنا التامة بكل تلك التحديات الماثلة أمامنا، إلا أننا ارتأينا اختراق هذا الجدار الصامت لحاجة العمل الإريتري المعارض للإعلام الذي تم إهماله أو تجاهله طيلة الثلاثة عقود الماضية. وقد شرعنا في الإعداد لهذا العمل بالاعتماد على الله ثم على أنفسنا والتعويل على شبابنا، واتبعنا في ذلك كافة وسائل التواصل مع مختلف قطاعات الشعب طالبين منهم الدعم والمساندة في هذا المشروع الوطني. وانطلقت الفضائية بإمكاناتها المحدودة وبلغ مداها أرض الوطن ومنطقة الشرق الأوسط وحتى بعض دول أوروبا، وكان لظهورها الأثر العظيم في نفوس جماهيرنا وخاصة في داخل الوطن. إلا أن الدعم والمساندة والوقوف خلف هذا المشروع الوطني من قبل الشباب لم يكن على المستوى الذي عولنا عليه، مما تسبب في توقف البث رغم أهميته. ونعتذر لشعبنا على هذا التوقف اللا إرادي نتيجة قراءتنا المفرطة وتعويلنا اللامحدود على الشباب، فإننا نحمل الجزء الأكبر منه الساحة الوطنية بمجملها لتقاعسها وإفراطها في السلبية عن العمل العام. جماهير شعبنا الأبي، إن انطلاقة فضائية سبتمبر 61 الوطنية وبالرغم محدودية المادة الإعلامية والفترة الزمنية القصيرة للبث أكدت لنا وبما لا يدع مجالا للشك أننا على الطريق الصحيح، وتأكد لنا ذلك جليا عند توقف القناة وما صاحبها من ردود أفعال جميعها كانت تصب في أهمية هذه النافذة الإعلامية وضرورة الإسراع بعودتها، بل والتأكيد للوقوف خلفها ومساندتها. كل هذا وضعنا أمام مسؤولية مضاعفة لإعادة النظر في استراتيجيتنا ووضع برنامج مرحلي للتخطي أزمة التوقف هذه، والبدء وفق رؤية شاملة وواضحة وبالتعاون مع كل من يريد العمل معنا والمساهمة في هذا المشروع الوطني، وذلك على النحو التالي: 1. إعادة هيكلة الجهاز القيادي للمجموعة. 2. التأكيد على إعادة تشغيل القناة وفق قدرات المجموعة وبشكل متدرج. 3. التأكيد على أن قناة سبتمبر 61 الوطنية هي نافذة إعلامية حرة مستقلة تقف على مسافة واحدة من كل ألوان الطيف الإريتري بكل توجهاته السياسية والفكرية. 4. التأكيد على أن مشروع قناة سبتمبر 61 هو مشروع وطني إريتري عام وغير قاصر على فئة أو مجموعة. 5. تؤكد المجموعة مرة أخرى على أنها غير مغلقة الأبواب، وأنها ترحب بكل من يأنس في نفسه
المساهمة والعمل في هذا المشروع، وإنها على أتم الاستعداد للعمل والتعاون مع أي جسم إريتري دون المساس باستقلالية القناة وتوجهها الوطني. 6. ترفض المجموعة كل محاولات النيل من عزيمتها، وتؤكد في الوقت نفسه ترحيبها بكل الانتقادات الإيجابية التي تصب في مصلحة المشروع. 7. تهيب المجموعة بكل الأحرار من أبناء الشعب الإريتري للوقوف خلف هذا المشروع ودعمه ومساندته والتقدم بكل آرائهم وانتقاداتهم البناءة بهدف التطوير وليس التدمير. 8. تسعى المجموعة لتأسيس مجلس أمناء يكون بمثابة الدعامة الحقيقية للمشروع، ويعتبر مجلسا رقابيا على سير العمل. 9. تؤكد المجموعة على أنها عاقدة العزم على المضي قدما بهذا المشروع الوطني حتى موعد انطلاقته من استوديوهات العاصمة الوطنية أسمرة بحول الله. مجموعة الدعم الإريترية الجهاز الإداري. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وفيما يلي تتابعون ما كتبه الأستاذ طاهر محمد علي تحت عنوان: بعد اختفاء قرابة شهرين يظهر في إثيوبيا قراءة مغايرة لزيارة أفورقي. نشرته الوكالة الزاجلة الإريترية للأنبازين. كتب الأستاذ طاهر محمد علي عن زيارة أفورقي المفاجئة لإثيوبيا قائلا: ما زالت الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الإريتري إسياس أفورقي لإثيوبيا في الفترة ما بين 3 إلى 5 من مايو 2020 تثير جدلا كبيرا لدى الرأي العام الإريتري والإثيوبي، ليس فقط لأنها جاءت بعد اختفاء دام قرابة شهرين بدون سبب معروف في الوقت الذي كان فيه رؤساء الدول يبذلون قصارى جهدهم للتصدي لوباء كورونا وطمأنة شعوبهم من الخوف والهلع الذي أصاب البشرية بسبب انتشار الوباء الخطير، بل حول الجدوى من الزيارة وأهدافها هو السبب الآخر ما زال يثير التساؤلات لدى الشارع العام الإثيوبي الذي يعيش حالة الطوارئ الصحية بسبب الوباء وأزمة دستورية وسياسية تلوح في الأفق بسبب إلغاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس القادم ومغامرة أبي أحمد للانفراد بحكم إثيوبيا. ومما أثار الدهشة والاستغراب تلك الأعمال التي قام بها أفورقي أثناء الزيارة، فبالإضافة إلى زيارته لمشروع زراعي إسرائيلي بمنطقة داغودا وردا، احتفى أفورقي بمشاركته في افتتاح مشروع مكي زواي للمياه في إقليم الأورومو الإثيوبي، وذلك في الوقت الذي لا يجد سكان أسمر مياه للشرب فضلا عن الأقاليم البعيدة حيث لم تصل إليهم سيارات توزيع المياه منذ 3 أشهر، مما دفع المواطنين في سابقة للاتصال بالتلفزيون الإريتري خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء بث مباشر لبرنامج توعوي صحي بمشاركة الجمهور كان يتم فيها استضافة أطباء للحديث عن طرق الحماية من وباء الكورونا، متسائلين بالقول: كيف تطلبون منا المحافظة على النظافة وغسل الأيدي ونحن نعاني من نقص حاد في مياه الشرب منذ شهور؟ من جهة أخرى كان واضحا عدم اهتمام الجانب الإثيوبي بالزيارة في عدم التعاطي بالقدر الذي كانت تحظى به زيارة أفورقي السابقة، فقد حدد لها بأن تكون في عطلة نهاية الأسبوع، كما لم تعلن إثيوبيا عن الزيارة حتى وصول أفورقي، ولم يتم تنظيم استقبال رسمي له، ولم يقم بزيارة أي وزارة سيادية أو إجراء لقاءات رسمية في العلن، كما رفض طلب الصحفيين للقاء الرئيس الإريتري، وحتى إن مأدبة وجبة الغداء التي أقيمت على شرفه في إحدى الحدائق العامة لم تكن رسمية. وعندما رحبت به رئيسة إثيوبيا السيدة سهلة ورقة زودي في موقعها على تويتر، كتبت: لقد استضفناه في الحديقة المذهلة المطلة على جبل أنطوطو، وهو مكان رائع حقا للاسترخاء والراحة
ولم تشير إلى إجراء أي حوار ثنائي مع أفورقي، ولعل ذلك يعود إلى تزامن زيارة أفورقي مع الأزمة السياسية التي تمر بها إثيوبيا، وربما إن حالة أفورقي الصحية تحتاج إلى استرخاء أكثر من زخم مناشط جماهيرية أو سياسية. ونظر غالبية السياسيين الإثيوبيين بعين الريبة والشك إلى العلاقات التي تربط بين أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي وإسياس أفورقي، ويرى مراقبون للوضع في إريتريا بأن ما أعلن عنه من أهداف للزيارة أو ما تم نشره في وسائل الإعلام لم يكن الهدف الحقيقي للزيارة، وأن ثمة أهداف خفية غير معلنة أراد أفورقي تحقيقها من زيارته إلى إثيوبيا. ويقول كبير باحثي مجموعة الأزمات الدولية ويليام دايفيسون لموقع The East African: بعد الموجة الأخيرة من الشائعات المكثفة أراد الرئيس أفورقي أن يثبت ليس فقط أنه بصحة جيدة ويتمتع بعلاقات قوية وإيجابية مع أبي أحمد، وإنه ما زال نشطا في الدبلوماسية الإقليمية. وقد عبر العديد من رموز المعارضة الإثيوبية خلال الأيام الماضية عن مخاوفهم من تدخل سياسة أفورقي في الشأن الداخلي الإثيوبي، وقد وصف لدتو أيالي وهو من أبناء قومية الأمهرة ومن أبرز المعارضين لسياسات حزب الرخاء الذي يتزعمه أبي أحمد، وصف سياسة أفورقي بأنه العدو الأول للشعب الإثيوبي على مستوى العالم، كما تساءل عن الدروس والنصائح التي تعلمها أبي أحمد من خلال علاقته مع سياسة أفورقي. كما حذر الناشط الإثيوبي المعروف جوهر محمد من انتقال قاموس الحكم السائد في أسمرة إلى أديس أبابا. وأضافت وكالة زاجل الإرترية للأنبازين إنه وفي الختام يمكن القول إن الأحداث تسير في إثيوبيا نحو الأسوأ، حيث تنتهي مشروعية نظام الحكم الحالي بنهاية سبتمبر القادم. ويرجح خبراء إثيوبيون حدوث تغيير في البلاد، وأن سياسة أفورقي يدرك ذلك ويعمل مع أبي أحمد من أجل مقاومة ذلك وإحداث انقلاب دستوري يدخل إثيوبيا إلى نظام حكم الفرد ووأد النظام الفيدرالي، وتحقيق الهدف المشترك لكليهما بالقضاء على جبهة تحرير تيغراي. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي: anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه.